أن أبا حنيفة ناظر قوما من الملاحدة السمنية. السمنية قوم من الملاحدة يزعمون أن كل شيء وجد صدفة يعني، فتواعد معهم أن يناظرهم غدا عند أمير البلد. فتأخر أبو حنيفة واجتمعوا بعد الظهر ينتظرونه، فلما جاء متأخرا قالوا لأمير البلد: انظر إلى هذا الرجل اللي يزعم أنه من علمائكم وكذا، وهو يعني يتأخر ولا يلتزم مواعيده. فقال الأمير لأبي حنيفة: لما تأخرت؟ قال: إني وصلت إلى النهر فلم أجد مركبا يحملني. قال: فماذا صنعت؟ قال: بينما أنا أنتظر إذ امتلأت السماء بالغيوم، ثم صار هناك صواعق، فضربت صاعقة الشجرة العظيمة التي بجانبي فقسمتها نصفين، وقع نصف في البر ونصف في النهر. ثم سبحان الله صدفة جاء فأس، قطعة فأس، وانطلقت قطعة غصن، ودخل الغصن في الفأس وبدأ يصنع من التي في النهر قطعة اللي في النهر يصنع منها قاربا كذا من غير أحد يصنع، صدفة فصنع قارب. ثم صدفة اقترب القارب إلي فركبت فيه. ثم صدفة قفزت صفيحتان من خشب والتصقت بغصنين وصارت تجدف. سبحان الله، صدفة جابتني إليكم، ما ذهبت بيمينا ولا يسارا، صدفة. والآن نبدأ النقاش، يلا ما دام وصلتكم نبدأ النقاش. هل العالم هذا وجد صدفة أم له خالق؟ فقال له الملاحدة: لحظة لحظة، انتظر. قال: نعم. قالوا: أنت مجنون أو نحن مجانين؟ قال: كيف؟ قالوا: كيف تريدنا أن نصدق أن قاربا كاملا يصنع من غير صانع؟ فقال: سبحان الله، أنتم تزعمون أن السماوات والأرض والجبال والأشجار كلها وجدت من غير صانع، وتستكثرون علي أن يوجد قارب واحد من غير صانع. قال: فبهت الذي كفر فغلبهم.